ازيك يا ابني؟ ايه الاخبار؟ مره قريت جمله بتقول if you are not paying for the product then you are the product. يعني لو انت ما بتدفعش في المنتج يبقى انت المنتج. ودي جمله بتنطبق على المنصات اللي انت قاعد بتتفرج عليها فيها دي، عشان بتبيع بيانات للمعلنين. ساعتها يعرفوا معلومات عنك عشان يبعتوا لك الاعلانات المناسبه ليك. خدتني الجلاله قوي وقلت بعلو صوتي لا. سكت 3 ثواني ورحت جاي لا بقى، مش انا اللي بعد العمر ده كله بياناته تتباع وتظهر له اعلانات. ورحت دافع اشتراك في المنصات كلها، وبعد ما اشتركت عارف ايه اللي حصل؟ لقيت جوه الاشتراك في اعلانات برضه. انزل بالانتو راب. طبعا الكلام ده لو حصل مع اي حد عادي كانت هتعدي، او كان ممكن يشتكي او يفضل يشتم ويهلل عشان انتوا جيل همجي. بس لحسن الحظ الكلام ده حصل معانا، رجل تقصي الحقائق. فضلت ورا الموضوع لحد ما عرفت ليه بيظهر لي اعلانات برضه مع اني دافع اشتراك. لقيت بقى كذا سبب، اولهم انك مش بتشترك عشان تخفي الاعلانات اساسا، انت بتشترك عشان تشوف المحتوى. يعني قناه زي بي ان مثلا انت مش بتدفع فلوس عشان تخفي اعلانات، انت بتدفع عشان تعرف تتفرج على الماتشات والمحتوى اللي بيقدموه. ومش ده السبب الوحيد برضه، بس قبل ما اقول لك باقي الاسباب لازم تعرف المنصات اصلا بتكسب ازاي. في منصات ايراداتها جايه من مصدر واحد، نوع منها بيكسب من الاعلانات بس زي التلفزيون، ده مكسبه الوحيد بيجي من المعلن ومفيش حد تاني. في نوع تاني بيكسب من الاشتراكات بتاعه المتابعين زي كورسيرا بتاع الكورسات مثلا. في منصات اعلاميه بتكسب بالاثنين، المعلن والمشترك، وده بيكون اسمه دول برودكت ماركت او السوق مزدوج المنتج. وده المنصات الاعلاميه فيه بتقدم لك المحتوى ده منتج عشان تشترك فيه، وبتقدمك انت برضه منتج للمعلنين. وده وفقا لكلام الباحث الامريكي روبرت بيكارد في كتابه سنه 1989 ميديا ايكونومكس كونسبتس اند ايشوز. بعد كده في سنه 2013 نزل فصل اكاديمي من جامعه زيورخ لاثنين باحثين اساميهم صعبه فانت هتلاقيهم دلوقتي على الشاشه، اتكلموا فيه عن كتاب بيكارد وقالوا بالنص تعمل شركات الاعلام في سوق المنتج المزدوج، مما يعني انها تنتج وتسوق منتجا واحدا المحتوى، في محاوله لانتاج وتسويق منتج ثاني في نفس الوقت وهو اهتمام الجمهور. يعني اديك محتوى تديني تركيز، اخد التركيز اديه للمعلن يديني اعلان، وهي جمعيه ودايره. طبعا انت بتقول دلوقتي ان ده طمع وجشع، يعني ياخدوا فلوس مننا وبرضه يروحوا ياخدوا فلوس تانية من المعلنين. هنا بقى لو ناصر الخليفي رئيس مجلس اداره بين سبورت سمعك كان هيقول لك فلوس يا ابو فلوس، هي اللي انتوا بتدفعوها دي فلوس. ومش هيقول لك كده عشان هو راجل غني، لا، هيقول لك كده عشان فعلا قيمه الاشتراكات مش بتغطي مصاريف القناه. يعني عندك مثلا حسب مقاله اتنشرت في شهر 6 في موقع سبورتسمنت ان بي ان دفعت حوالي 742 مليون دولار عشان تاخد حقوق الدوري الانجليزي لمده 3 سنين. وتخيل الرقم 742 مليون دولار، وده الدوري الانجليزي بس، دي بطوله واحده في وسط بطولات كتير بين سبورت بتذاعها، غير بقى تكلفه الاستوديوهات واجور العاملين والمحللين والمذيعين والمعلقين وغيره. يعني من الاخر اشتراكات الناس لوحدها عمرها ما هتغطي المصاريف دي ويطلع لهم بعدها مكسب. هنا بقى بيجي دور الاعلانات كمصدر دخل تاني يكمل الدنيا، عشان القناه في الاخر يطلع لها مكسب مادي من ورا الكلام ده كله. لان القناه لو قررت بس انها تعتمد على اشتراكات الناس ساعتها هيكون المبلغ اللي انت بتدفعه انت مش تقدر عليه، ووقتها محدش هيشترك اصلا في القناه. هتقول لي خلاص ما دام الاشتراكات كده كده مش جايبه همها يمشوا اعلانات بس ويوفروا على الناس. ورغم ان ده سؤال يوازي في سذاجة سؤال هي ليه الحكومة ما تطبعش فلوس كتير ونوزع على الناس، بس أنا هجاوبك. دلوقتي أنت تتخيل مين اللي عدده أكتر، المشتركين ولا المعلنين؟ المشتركين طبعا. إذا مستحيل عدد المعلنين يكفي إنه يجيب مكسب للقناة، حتى لو في عالم موازي عندك عدد معلنين أكتر من عدد المشتركين والقناة ساعتها تجيب مكسب تقدر تصرف بيه، ساعتها انت مش هتتفرج عليه، عشان ساعتها هتلاقي اعلانات كتير لدرجه انت مش هتطيقها. اعلانات كتير لدرجه ان جوه الماتش هتلاقي فيه اعلان، والله جوه الماتش نفسه. يا اما هتلاقي بنرات ولوجوهات بتظهر على الشاشه والماتش شغال، يا اما هتلاقيها بطريقه اسوأ احيانا وان الماتش يقطع ويجي اعلان. شايل براد القلبة الدنيا تملي حلو معاه. ما انت عايزهم يعوضوا الفلوس دي كلها، هيعوضوها منين؟ اذا الحل الامثل في الحاله دي هو ايه بالظبط؟ الوضع القائم حاليا مشتركين زائد اعلانات، او بمعنى اصح الدول برودكت ماركت. وده دلوقتي بدات تتوجه له منصات تانية مش بس منصات الكوره. يعني دلوقتي نتفليكس بعد ما كانت معتمده على اشتراكات الناس بس كمصدر دخل بدات انها تعمل باقه ارخص باعلانات. ومنصه تانية زي واتشت في مصر عندها باقه ارخص باعلانات. وده مش هدفه طمع زي ما بيبان انهم عايزين الناس تشترك في الباقه الاغلى، لا، هو في الواقع ان العكس هو الصح. هم عايزين الناس اللي مش قادره تدفع الباقه العاليه يشتروا في باقه صغيره كده
ويبقى فيها شويه اعلانات. مش قادر تدفع الرقم ده او شايف ان المحتوى ما يستاهلش الرقم ده، خلاص ادفع اقل وشوف لك اعلان ولا اتنين وانت بتتفرج. ده ما يمنعش ان في منصات تانية او ابلكيشنز بيكونوا نصابين، هدفهم فعلا ان هم بعد ما يعودوك على باقه معينه يرفعوا سعرها عليك، زي ما حصل في حلقه كومن بيبل في مسلسل بلاك ميرور. بس انا بكلمك في النماذج الحقيقيه المحترمه مش النماذج النصابه. طب خلاص، انت دلوقتي رحت ودفعت اشتراك بي ان سبورت وتقبلت الاعلانات، بعدها يجي كاس العالم يقول لك بص والله دي معلش بقى باقه تانية. يا عم انا دافع ومشترك، لا معلش كاس العالم ده موضوع تاني. هتقول لي اهو ده نصب علني زيهم زي الابلكيشن التعبانه. لا برضه مش نصب ولا طمع، وهقول لك ليه. ما انا برضه عايز اقول لك ان انا مش بدافع عن بي ان ولا ان انا عندي فيها اسهم يعني. ما هو ناصر الخليفي ده مش ابن اختي، واللي انا هقوله دلوقتي ممكن اصلا يكون في ادانه ليهم كمان. دلوقتي انا هاخدهم المثال اللي انا بطبق عليه الكلام، ممكن تشيل بي ان وتحط اي منصه ثانيه وهتلاقي نفس الكلام ماشي زي السكينه في الحلاوه. المهم خلينا نرجع للموضوع. بطوله زي بطوله كاس العالم دي بيتدفع فيها مبلغ خرافي. هو صحيح محدش اعلن رسميا بي ان اشترت الحقوق بتاعته بكام، لكن نزل تحقيق صحفي في جريده التايمز البريطانيه قال ان قطر دفعت عن طريق قناه بي ان ايام ما كان اسمها الجزيره الرياضيه مبلغ اجمالي 880 مليون دولار للفيفا. وكان في اتهام ان الموضوع فيه رشوه، لان الفلوس دي كان من ضمنها 100 مليون مشروطه بتنظيم قطر لكاس العالم. وبغض النظر ان ده حصل فعلا ولا ما حصلش، ده مش موضوعنا دلوقتي. لكن بص الرقم كان كام. انا لما قلت لك الدوري الانجليزي ب 742 مليون ده كان في 3 سنين، لكن كاس العالم ده بطوله بتتعمل لمده شهر واحد. يعني مطلوب ان هم يعوضوا الرقم اللي اتدفع ده ويكسبوا من وراه في شهر واحد بس. عشان كده ساعتها بينزل باقه تانية منفصله لكاس العالم، لانهم لو قرروا يعوضوا مبلغ بطوله واحده بتيجي كل 4 سنين وتتعرض شهر واحد بس من الاشتراكات العاديه، سعر الاشتراك هيكون مبالغ فيه ومن غير اي نتيجه ملموسه. يعني اللي بيدفع ده هيفضل يدفع 4 سنين كل شهر مقابل انه يشوف بطوله بتتلعب كل 4 سنين اصلا، وده اكيد مش منطقي وهيضر الاشتراكات. والسبب التاني بقى ان اللي مشترك اصلا مهتم بالكوره وعمره ما هيفوت كاس العالم، فبنسبه كبيره هيدفع الباقه الزياده ومش هيهمه، فده مش هيأثر على الاشتراكات بالسلب. وكاس العالم ده بيعتبر اكبر بطوله على وجه الكوكب، فمشتركين جداد هيجوا يشتركوا في الباقه دي عشان سعرها بيكون مش غالي قوي، وهتلاقي مشتركين جداد من دول كملوا في الاشتراك الطبيعي بتاع بي ان سبورت، فهتلاقي ان الفايده بقت في 2. وبرده الجمهور الجديد اللي القناه بتكسب منه في كاس العالم ده ممكن يكون جمهور مش مهتم بالكوره اصلا. يعني انا اعرف واحد صاحبي اسمه محمد مجدي مش مهتم بالكوره لدرجه انه ما يعرفش ميسي من رونالدو، لكن انا فاكر انه كان قاعد جنبي ومركز جدا في ماتش بين بلجيكا واليابان في كاس عالم 2018. عشان كده كاس العالم اغلى لان متابعينه اكتر بكتير. اللي ليه في الكوره واللي ملهوش بيتابعه، وطبعا سعر الاعلانات عليه بيكون اعلى بكتير. يعني من الاخر اعتبر الاعلانات دي بتدفع مكانك جزء من الاشتراك عشان ما تدفعش مبلغ يقطم ظهرك من ناحيه، ومن ناحيه تانية في اعلانات اجباريه على القناه. اجباريه يعني ايه بقى؟ يعني حتى لو في يوم الناس قررت انها تدفع مبلغ اكبر بكتير عشان ما يبقاش في اعلانات، برضو الاعلانات هتفضل موجوده. مش كلها يعني حتى لو القناه قررت انها تزود الاشتراك او تعمل باقه تانية اغلى بكتير من غير اعلانات، اكيد هتلاقي اعلانات كتير مش هتعرض، لكن في اعلانات تانية برضو هتشوفها زي اعلانات الرعاة بتاعت البطولة. دي بتكون في عقد شراء حقوق البث اصلا. ومنطقي كمان لو فكرت فيها بدماغك، يعني انا دلوقتي شركة قررت ارعى البطولة الفلانية، يجي حد يعرضها من غير ما اعرض اسمي، ازاي؟ ساعتها القناة لو قالت انها مش هتعمل اعلان للراعي ممكن ما تعرفش انها تشتري البطولة من اصله. يعني الاعلان وراك. بس هو انت ليه بتكره اصلا الاعلانات قوي كده؟ عشان يعني بتفصلك؟ عشان بتحط حاجز بينك وبين المحتوى؟ طب ما انت بتحط حاجز بينك وبين كل حاجة لحد ما بقتش عارف تنطق عشان كلمة عليها حواجز. ده انت بقى بيتحط حاجز بينك وبين الطبيعة اللي خلقها ربنا لحد ما قربت انك لا تشوفش لا ماء ولا خضرة ولا وجه حسن. ولا بتكره الاعلان عشان بيحسسك ان الناس دي شايفاك عبارة عن فلوس. وهو مين يا ابني مش شايفك عبارة عن فلوس؟ من اول السواق اللي شايفك عبارة عن 2 جنيه على الارض لحد اكبر راس في الكوكب كله. واللي مش شايفك عبارة عن شخص بياخد منه فلوس هيبقى شايفك عبارة عن اداة بتزود له فلوسه. ولا تكونش يعني بتكره الاعلانات عشان شايف ان هم بيبالغوا في المميزات وبيضحكوا عليك على اساس بقى انك الواد الجامد اللي مفيش منه 2 ومحدش بيغفله. لا اللي كان نفسك يكون شريك حياتك ومش شايف حد غيره وعدك بحاجات وما عملهاش. ولا مديرك في الشغل قال لك معلش الزياده هتتاخر شويه عشان بنمر بمرحله صعبه جدا اليومين دول. ولا حتى عيلتك قالوا لك خلاص خلص الثانويه العامه وبعد كده هترتاح. ولا رئيس النادي بتاع عيالك قال لك احنا هنطور النادي واول ما بتخش النادي رجلك بتغرس في الطين. عادي كل ده ما كانوش بيضحكوا عليك طبعا. مش حال ما انا كنت مكلمك قبل كده عن السيميولاكرا والهايبر رياليتي برضه وقعت الفخ. برضه هقول لك ايه بس يا ابني ما انتوا جيل مغفل. كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟
ولا هتعيط ولا ايه؟ لا خلاص امسح دموعك دي، مش هكلمك في احزان. ما انت برضو جاي وقاعد مع القهوه عشان تفصل. اصل الواحد لو ما فصلش مش هيعرف يكمل. وده بقى اخر سبب للاعلانات، ان الناس ترتاح شويه. يعني ساعات وانت بتتفرج على حاجه مهمه في التلفزيون بتستنى الفاصل عشان تقوم تجيب لك حاجه تشربها، وانت شغال وطالع عينك مش بتعوز بريك. خلاص مش هتكلم في احزان. بس برضو الناس اللي في القناه على الهوا ده شغلهم وبيحتاجوا هم كمان يفصلوا. يعني مثلا مفيش مره كابتن ابو تريكه وهو بيتكلم على الماتش والتكتيك ما كانش من جوه عايز يعني يخش الحمام؟ كابتن سعدون الكواري ده ما بيحبش يريح بقه من الضحكه شويه؟ انا ساعات والله بتخيل ان الكواري ده وقت الفاصل بيكون مكشر عشان يعني يحوش الضحكه بتاعته للهوا. فمش كل الفاصل وحشه برضو. خلاص هات سيجاره.